ما اقدرش اقول لك غير ان احنا كنا مصر كلها كانت تتمنى النهارده تفرح وتبقى سعيده بفوز اول لمنتخبنا في هذه البطوله، لكن فاجئنا الحقيقه منتخب الموزمبيقي بمستواه الفني وتنظيمه والدفاع. حتى على الاقل مش هقول لك ان هو طول الماتش بيهاجم، لكن في وقت من الاوقات قدر ان هو يتعامل في الشكل الهجومي بشكل جيد وقدر ان هو يحرز هدفين احرجك الحقيقه. هل كان يستحق النهارده المنتخب المصري النقطه دي يا كابتن، او ان انت تخسر 3 نقاط بالنسبه لك في المجموعه؟ على الورق انت تكسب ومكسب كبير، وتحديدا بعد الهدف الاولاني اللي في اول دقيقتين. انت كنت لازم تعمل السيرك بقى زي ما بيقولوا، تنصبه وتجيب الثاني والثالث وتدي رسائل لكل المنتخبات اللي موجوده في البطوله مصر جايه بقوه. ده على ايه؟ الورق. وعلى ارض الواقع الهدف اللي جه بدري صحيح. بعد كده فرصه مصطفى محمد، بعد كده مفيش اي معالم لمنتخب مصر. بتاع تريزيجيه اللي جت في العارضه برضه كده، معلش، لا انا بكلمك لغايه بتاع تريزيجيه. ما هو انت المفروض ايه؟ انا دلوقتي خلي بالك، يمكن الكلام ده انت مريت بيه وانا مريت بيه وابو الدهب، لما بنلعب فرقه مجهوله، وانا بقول لك ان المدرب بتاعنا ما اتفرجش على الفرقه دي، واخد بالك؟ فانت بتلعب فرقه مجهوله، لما بتجيب فيها جون في اول 5 دقايق هم بيقعوا نفسيا. ليه؟ لان عارفين قيمتك وعارفين مكانتك والهدف بدري وعارفين ان انت كمان معاك محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، لعيبه ليها تقل في الدوري الانجليزي والدوري التركي والدوري الفرنسي والالماني، واخد بالك؟ والالماني، لا الالماني كان لسه قاعد بره. لا انا بكلمك اللي هم في الملعب لما بيشوفوهم وانت تجيب جون، طبيعي الفرقه بتقوم جايه معنوياتها واقعه. احنا ما استغلناش الكلام ده. مصطفى راح بواحده تانية ضيعها، وبعد كده لغايه الفرصه بتاعه تريزيجيه اللي هي في نهايه الشوط الاولاني احنا ما رحناش تاني. هم بداوا يستحوذوا وبداوا يلعبوك وانت اديتهم مساحات. وانا ما اعرفش بصراحه، يعني انت على انهي اساس بتلعب 2 ديفندرات ما بيضغطوش؟ يعني ده هو اللي كان لب الموضوع كله. السيطره حصلت اللي هو حمدي فتحي والنني بالظبط. يعني علامه استفهام في النقطه دي الصراحه هي كده. ما هم دولت اللي بينجحوا لك دولت. لما اصل انت بص، عندك محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك تريزيجيه، دولت مش هيضغطوا، دولت سيبهم يوفروا مجهودهم للحته الهجوميه يجيب لك جول. فما تخليهمش يضغطوا ويضيعوا 3/4 مجهودهم في الضغط. في ناس تانية اللي مفروض اللي هي بتقوم بالدور ده ما قامتش بيه، سواء الاثنين اللي على الاطراف او الاثنين اللي هم ديفندرات في نص الملعب، فدوا السيطره للفرقه. وانا استعجبت في اخر قبل الشوط الاولاني ما ينتهي، المعلق بتاعنا كان علي محمد علي بيقول لك ايه الاستحواذ بتاعنا 73% وهم 27%. ازاي؟ يبقى احنا بنتفرج على ماتش تاني. ده هم اللي مستحوذين. ما راحوش الا بواحده على الشناوي اللي هو محمد حمدي، قلشت وجت في القائم وخرجت، واخد بالك؟ فهي دي اللي راحوا بيها، انما مفيش اي خطوره تاني. يعني مفيش ليهم انفراد مثلا، شوطه، كروس مثلا، انت فاهمني؟ فانت اللي اديتهم ان هم ياخدوا الثقه ويلعبوك ويتجرأوا عليك ويبداوا بقى، حتى لو الهجوم بتاعهم عشوائي ومش منظم، بس المهم ان هم ليهم تواجد. فانا استغربت، يعني المدرب واقف على الخط بيعمل ايه؟ خلاص مش قادر اغير، اعمل تغييره. الشوط الاولاني ايه المشكله؟ اصحصح لعيبه نص الملعب، ينزل مروان عطيه، ايه المشكله؟ على الاقل بيضغط غير النني وغير حمدي فتحي خالص. فالاثنين كانوا تايهين. ده سبب من اسباب الشكل اللي انت شفته ده. دي حاجه. واكبر حاجه بقى السبب من الاسباب، ونحمد ربنا ان ضربه الجزاء دي جت من عند ربنا طبعا، وما لناش احنا يد فيها. ده ربنا اللي حاسس بينا وعالم بينا، واخد بالك؟ في مجاملات كتيره في التشكيل، في ظلم في الاختيارات. وطول ما في الحاجتين دول، بص ما تقوليش ايه لا احنا دلوقتي في البطوله، خلي بالك دي هتبقى استمراريه النهارده. اصل انا كنت هتقول لي مجاملات، اقول لك ما كل اللعيبه دي لعيبه نجوم وبتلعب، ومتوقع ان دي تبقى التشكيل كده. يعني لا مش متوقع التشكيل كده. اللي زي مين مثلا يا كابتن؟ حجازي، ياسر ابراهيم اصلا كان بره، يعني كان بره. هو برضه ما دي غلطته، ما دي غلطته. ازاي ياسر ابراهيم يبقى بره وعلي جبر واحمد حجازي واحمد سامي يبقوا جوه؟ انت مش ده منتخب مصر.
ده حق ربنا. حط الثلاثه دول، علي جبر واحمد سامي ومين تاني احنا قلنا مين، واحمد حجازي، وحط ياسر ابراهيم. قارن الثلاث ماتشات ولا الاربع ماتشات بتوع كاس العالم للانديه، مين نجم دفاع النادي الاهلي؟ انا عندي معلومه كمان يا كابتن، خلي بالك وانت بتتكلم كده، ان احمد سامي كان احتماليه كبيره ان هو كان يلعب جنب محمد عبد المنعم، دول اصابته كان بره القايمه النهارده. طب انت يبقى ده مجامله ولا مش مجامله؟ ده ظلم ولا مش خلي ظلم؟ بالك هو الراجل شكر فيه، يبقى شايف فيه يا حاجه عم بقى. شكر ايه؟ ما هو شكر هو في محمد شايف صبحي. حجازي برضو ان هو راجع يعني في وقت هو احنا هنقضيها بقى شؤون اجتماعيه؟ يعني بص، حجازي يا كابتن برضو منتخب حجازي على عيني وعلى راسي، ما يبداش. عايز اخطا تكرمه في حجازي النهارده يا كابتن. ايه الجون الثاني؟ هو بس هو لوحده؟ ايوه هو مع بس. محمد عبد المنعم جنبه. لا يا حبيبي، حبيبي نص الملعب فين؟ حبيبي كل الكلام ده ماليش دعوه بيه. في صراع بينه وبين الراجل فرق، قام بايع نفسه وقام جاي عامل هو تاكل. حجازي جاي من بعيد برضه يا كابتن. حبيبي طب انت ايه اللي موديك بعيد؟ يعني محمد عبد المنعم هو ما ضغطش على اللاعب اللي قدامه اللي بص الكوره. حبيب قلبي ده محمد عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية وعشاق منتخب مصر في كل مكان، تسانيش بلاك واشتراك، بارك الله فيكم. طبعا بداية غير موفقة لمنتخب مصر في أسهل مباراة في المجموعة. أسهل مباراة للأسف كنا هنخسرها، ولولا ضربة الجزاء في الآخر حصلنا على نقطة، ربما تكون نقطة النجاة من الخروج من المجموعة دي. الخروج من المجموعة ديت مبقاش، مش قبل البطولة كنا ممكن نقول إنه مستحيل، لكن على اللي شفناه النهارده من أداء الفريق واللي شفناه من أداء غانا مع الراس الأخضر نتوغوش. طبعا كلنا اتوغوشنا، وصلنا للدور القادم مسألة بقت محل شك، رغم إن في التوالد بياخدوا من التوالد، لكن احنا لو خسرنا الماتشين الجايين مع فرقتين بالحجم ده متضمنش ايه اللي يحصل. الراس الأخضر طلع فريق مش سهل، فريق تقيل. غانا فريق مش سهل وفريق تقيل. احنا مع أسهل فريق في المجموعة كنا قاب قوسين أو أدنى من إن احنا نخسر 3 نقاط كاملة. طبعا كانت هتبقى فاجعة وكارثة كبيرة. الماتش الجاي مع غانا هيبقى ماتش هو عنق الزجاجة لينا في المجموعة دي. إذا قدرنا نفوز على غانا يبقى احنا لسه مكملين وصعدنا بإذن الله، لكن إذا لا قدر الله خسرنا من غانا هتبقى المهمة بتاعتنا مهمة صعبة جدا 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 في المباراة الثالثة والأخيرة. والمشكلة كمان احنا كنا أملنا نصعد أول مجموعة عشان الدور اللي جاي نقابل فريق أسهل، لكن لو صعدنا تاني أو تالت هنقابل فريق من فرق النخبة. كل ما قابلت فريق من فرق النخبة بدري كل ما كان فرصك بتقل. فطبعا احنا اللي حاطين نفسينا بإيدينا في الوضعية دي، خاصة إن احنا بدأنا المباراة بقوة وخلال دقيقتين أحرزنا هدف. فالمباراة المفروض بالنسبة لنا بقت أسهل وأسهل كتير، لكن للأسف رعونة من اللعيبة متقولش استهتار أو استسهال المباراة بعد ما أحرزنا هدف مبكر، واللعيبة حطت في بطنها بطيخة صيفي وقالت احنا فايزين. في أول دقيقتين جبنا جون فخلاص سيطرنا، لكن دي الكورة ما فيهاش الكلام ده. الكورة لازم تجيب هدف تعوض بالتاني والتالت، من أي هجمة مرتدة يخش في الجون. ودي شفنا الشوط التاني واحنا ماشيين على نفس الوتيرة المملة بتاعتنا دخل فينا جونين في ظرف 3 دقايق، فالنتيجة اتقلبت. بعد ما كنا فايزين بقينا مهزومين في ظرف 3 دقايق، ولولا ضربة الجزاء في الآخر كان زماننا طلعنا المباراة دي كلها مهزومين. بالإضافة لأن تشكيلنا أساسا من بدايته كان خاطئ بنسبة كبيرة، وخاصة فيما يخص منطقة نص الملعب ووجود أحمد حجازي. لو قابلنا وجود أحمد حجازي برغم أخطائه مش هنقبل الكارثة اللي كانت موجودة في خط النص. وجوده الثلاثي محمد سيد زيزو مع النني مع حمدي فتحي دي في حد ذاتها كارثة كبيرة في خط النص، كارثة خلتنا أساسا الملعب مش معدول. كل لعيب مش عارف واجباته إيه بالظبط، هيهاجم إمتى ويدافع إمتى، هيستحوذ إمتى. بقت العملية كلها مبعثرة، الأدوار كلها متداخلة ومركبة، ولاعيبة ما بتأديش الأداء المطلوب منها، وخاصة النني وأحمد سيد زيزو للأسف دي مش حتته الباك اليمين، الوينج اليمين، ودي فيها محمد صلاح. نتمنى المباراة الجاية قدام غانا نفوز. كنت أهلاوي أصيل وكنت من عشاق منتخب مصر،
ادينا لايك واشتراك، كلنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.